السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكيد أنك بالنقر على هذا الفيديو والدخول إلى هذه القناة أنت مهتم بما نقدم. إذا كنت ترى أن هذا المحتوى ذو فائدة ما عليك سوى الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تتوصل بباقي الفيديوهات. ونقاش هذا الملف أرحب بضيوفي ينضم إلي من واشنطن الأستاذ ماكي شرقاوي المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ ماكي. معنا كما ينضم إلي من مدريد الطالب علي سالم ناشط سياسي صحراوي، ومن الرباط دكتور رشيد الأزرق رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية. أهلا بكم جميعا، ودعوني أن أبدأ معك دكتور رشيد. دكتور رشيد، الأمم المتحدة وتحديدا المبعوث الخاص ستيفان دي مستورة يبدأ مشاورات تتعلق بالقضية. ما المتوقع برأيك من هذه المباحثات؟ المتوقع هي باتت هذه المشاورات باتت كلاسيكيه، والمتوقع ان هذه المحادثات لا تخرج عن السياق او الممارسه التي ما فتئت توقف مبعوث الامم المتحده، على اعتبار ان اطراف الازمه الحقيقيين هما المغرب والجزائر، وبالتالي لطي هذا الملف الذي عمر طويلا يلزم جلوس مغربي جزائري، وهذا يتقوى مع مرور الايام. وبالتالي فإن الأمم المتحدة في جرها للجزائر كطرف في قضية النزاع وموريتانيا والأطراف الباقية في المعنية بالنزاع، هو تدليل بأن هذا النزاع الذي عمر طويلا لا يمكن للأمم المتحدة أن تعمل على البت على حسمه إلا من خلال إرادة القوى الدولية على الضغط على الأفراد المتعنتة لطي هذا الملف الذي عمر طويلا والذي يهدد في الأمن والسلم الدوليين في المنطقة. يعني هل يمكن أن ينجح برأيك دي مستورة في استئناف المفاوضات بين الأطراف؟ دي مستورة يحاول حل حالة الملف من خلال مناقشة مع جميع الأطراف المعنية بما فيها بالمرور عبر الجزائر والمغرب، ولكن للحسم في هذه القضية التي عمرت طويلا، والآن مع التغيرات التي تعرفها دوليا وإقليميا المنطقة، فمن اللازم أن الطرف المتعنت بات واضحا بشكل معني، أي كلما قرب القضية من وضوحها إلا وتعنت الطرف الجزائري، وبالتالي هذا التعنف الطرف الجزائري والتصريحات الأخيرة تظهر بأنه في الزاوية الضيقة، ويحاول فك هذا الحصار والضغط الدوليين التي بات المنظمة الدولية على بينة واقتناع بأن منظمة البوليزاريو هي ليست سوى أداة أو حرب بالوكالة للنظام العسكري الجزائري. طيب ابقى معي لو سمحت. الطالب، استمعت إلى ما طرح هنا، يعني هل هذا الحراك أو التحرك الأممي يمكن القول يعني يصب في مصلحتكم أم في هذه المرحلة، أم على العكس، لا سيما وأن الجزائر ترفض كل المفاوضات وتحديدا من خلال آلية الطاولات المستديرة؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة وتحياتي لكل الضيوف الكرام. طبعا ما قالته الأمم المتحدة الآن هو ما قاله يعني المبعوث الشخصي للأمم المتحدة ما قبل هذا المبعوث والذي قبله والذي قبل ذلك. يعني هناك 5 و6 مبعوثين للأمم المتحدة طيلة 30 سنة ظلوا يعني في هذا المنصب، وحاولوا يعني أن تكون هناك نوع من المفاوضات ما بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب، لكن لم تكن هناك إرادة حقيقية من طرف مجلس الأمن لفرض الحل المطروح من طرف الأمم المتحدة في أكثر من 70 قرار، وهو حل الاستفتاء، حيث يمكن لشعب الصحراء الغربية تصفية استعمار الصحراء الغربية عبر التصويت في استفتاء كما أقول دائما ما بين ما يسمى بأطروحة الحكم الذاتي أو استقلال الجمهورية الصحراوية. أريد أن أعقب بطريقة سريعة على محاولة ضيفكم من الرباط إرغام الجزائر دائما في هذا المشكل، كان الجزائر طرف في هذا المشكل. يعني هم لا يستغنون عن الكذب حتى ونحن في رمضان. في هذا البيان الصادر عن الأمم المتحدة يقال أنه ستيفان دي مستورة سيلقي مشاورات غير رسمية مع طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب ومع الدول المراقبة موريتانيا والجزائر. لم يتحدث عن المغرب والجزائر كدولتي يعني النزاع، تحدث عن طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب، وهذا طبعا منشور في موقع الرسمي للأمم المتحدة، وهذا ما تقوله الأمم المتحدة. فمحاولة إرغام الجزائر في هذا المشكل هو خطأ تماما وبعيد كل البعد عن الواقع. من يعرقل المسار الأممي، من يعرقل مهمة الأمم المتحدة التي موجودة الآن، وهي المينورسو التي بعثتها الأمم
الأمم المتحدة في 91 لإقامة استفتاء. ولكن الطالب منذ البداية الجزائر هي كانت طرف في هذه المفاوضات، وبعد هذا بدأت برفضها، يعني هي من الأساس طرف في النزاع. الجزائر وموريتانيا كانا دائما طرفان مراقبان في المفاوضات كدول، يعني في جوار الصحراء الغربية، وكدول لها صلة بطريقة غير مباشرة مع المنطقة الصحراوية، لأنها موريتانيا شاركت في اتفاقية مدريد واقتسمت الصحراء الغربية مع موريتانيا في 75، ولأن الجزائر تحتضن اللاجئين الصحراويين، ففقط لأمور تقنية ولأمور تتعلق بهذه المواضيع الثنائية تحضر موريتانيا وتحضر الجزائر كدولتان مراقبان في المفاوضات. لكن طرفي النزاع هم جبهة البوليساريو والمغرب. من عرقل مجهودات الأمم المتحدة دائما هي المملكة المغربية، وهذا ما صرح به كريستوفر روس المبعوث للأمم المتحدة للصحراء الغربية الأسبق، وما صرح به كذلك كل مبعوثي الأمم المتحدة الذين استقالوا من منصبهم، قالوا جميعا أنه المغرب هو من يعرقل المسار الأممي الذي يطلب استفتاء في الصحراء الغربية. نعم أستاذ ماك، يعني ملفات عدة تلقي بظلالها على القضية تحديدا الخلاف الجزائري المغربي. برأيك هل يمكن أن نشهد أي تحرك إيجابي لحل هذا النزاع في هذه المرحلة؟ أهلا بك وأهلا بضيوفك وجمهورك. أنا بعتقد أن الموضوع لن يحل في هذه الجولة، وأعتقد أن لم يتم تفاعل الضغوط حتى الوصول إلى حلحلة لهذا الملف بعد، نظرا لتغير سياسات واشنطن مع تغير الإدارة الأمريكية من ترامب إلى بايدن. بنجد نوع من الميوعة الآن في الحديث عن الملف من الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما فتحت الولايات المتحدة الأمريكية قنصلية في العيون، وهو اعتراف بمغربية الصحراء. برضو في مغالطات كتيرة قالها الطالب في كلامه، أما بيقول تحرير من استعمار. استعمار مين؟ مين الذي كان يستعمر؟ الذي كان يستعمر دولة على مد التاريخ، وهي دولة المملكة المغربية، كانت أسبانيا. وأسبانيا في 1974 بعد المسيرة الخضراء في 1972 خرجت من المغرب، تم جلاء الاحتلال الاسباني بالمغرب، وكان هناك صراع امام محكمه العدل الدوليه. يمكن بس يعني الضيف الكريم ما اطلعش على هذه الموضوعات، ولكن يمكن اديله فكره. 1974 صدرت فتوى محكمه العدل الدوليه باحقيه المغرب في صحرائه المغربيه وعدم احقيه موريتانيا. دي كانت اول شق من هذه الفتوى. الفتوى الثانيه عدم احقيه اسبانيا اللي قالت انها ارض متروكه وانها من حقها ان هي تطالب بها دوليا. المحكمه قالت لها لا، هذه اراضي مغربيه وعليها عائلات مغربيه تسكنها منذ قدم الزمن، ورفضت طلبات اسبانيا وموريتانيا من احقيتهم في هذه الاراضي. ظهرت بعد هذه الفتوى عصابه البوليساريو أو جبهة البوليساريو كما يقول عنها، وبالتأكيد من رحم الجزائر ومن رحم جنرالات فرنسا في الجزائر. الكابرنات الموجودين في الجزائر هم الذين هذا المخاض الذي أسفر عن هذا يعني الطفل المبتسر. هذه العصابة، عصابة البوليساريو، هي صناعة جزائرية 100%. يعني لن يجمل يعني لن تستطيع أن تجمل الخنزير بأن تضع يعني أحمر الشفايف على وجهه، لن تستطيع أن تجمله، سوف يبقى خنزيرا. عندما تم اختطاف أهالي المغاربة، أهالينا في المغرب، من الصحراء المغربية واقتودوا إلى معسكرات الاعتقال في تندوف من 90 ل 125 ألف وفق تقديرات الأمم المتحدة. هذه المعسكرات اللي أسبانيا كانت بتحقق مع إبراهيم غالي في إجراءات التعذيب اللي بتتم في هذه المعسكرات. أستاذ ماك، نعم. وتم التحقيق معه في اغتصاب سيدة صحراوية، سيدة خديجة محمود، ما حدش بيتكلم عنها. هذا الذي يقال عنه رئيس دولة. دولة إيه؟ لا توجد أي مقاومات للدولة. لا توجد أي مقاومات للدولة. لو سمحت، عندما نقول ما يحدث الآن في الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تريد تقرير المصير. تقرير المصير على أي أساس؟ استفتاء على أي أساس؟ تطهير من احتلال من الذي كان محتله ومن الذي أخرجه الملك الحسن الثاني من
من أراضيه بالمسيرة الخضراء وتم استعادة أراضيه، وسوف يستعيد بقية الأراضي الموجودة وفقا لثابتة ومليلة. نعم أستاذ ماك، وصلت الفكرة، ابقى معي لو سمحت. نعم سأتوسع بعد قليل بهذا. ما فيش داعي بس تشويه المعلومات أمام المشاهد. نعم وصلت الفكرة. دكتور رشيد، فيما يتعلق بموقف الجزائر، يعني موقف الجزائر واضح فيما يتعلق بالآلية الطاولات المستديرة وأيضا من علاقتها مع المغرب، واستمعنا إلى تصريحات الرئيس الجزائري في الأسبوع الأخير، وفي الأسابيع الأخيرة كانت هناك اتصالات وتحركات بين الجزائر والولايات المتحدة. إلى أي مدى كل هذا يقلق الرباط برأيك؟ الرباط معلوم أن القضية القضية هي قضية في الأصل هو صراع مغربي جزائري على خلفية الحرب الباردة، وبالتالي فإن ما وقع الآن والتشددات أو الصراخات التي يطلقها تبون بين الفترة وذاك يدل بأن هناك ضغوط دولية على الجزائر لطي هذا الملف، لأن كلما اشتد الخناق حول الجزائر تحاول، لأن تعلم الجزائر بأن هذه القضية اتخذتها النظام الجزائري للضغط على بالداخل لإطالة عمر حكم العسكر والكبرانات في الجزائر، وبالتالي فإنها تعتبر هو قضية مصيرية. ونعلم جميعا بأن لحل هذا هناك ثقة دولية بأن هذا الملف هو ملف صراع في الأصل مغربي جزائري، وبالتالي فإن الكيان الوهمي الكيان المرتزقة البوليساريو ما هما إلا أدوات تستخدمهم العسكر في الجزائر بكل بشاعة وبكل سبيانية، وحتى أن هناك بكل سبيانية في هذا الملف. وبالتالي حل هذا الملف هو هو من خلال جلوس على الطاولة بين المغرب والجزائر كأطراف لهذا الصراع الذي عمر طويلا والذي بات خنجرا في الوحدة العربية والوحدة المغاربية وفي تنمية المنطقة. نعم الطالب، أردت يعني تريد التعقيب بالطبع على ما طرح هنا، ولكن في ظل ما ذكر لا تعتقد أن موقف الجزائر الرافض لكل المفاوضات وهذا الموقف الصلب في هذه المرحلة لا يضر في جبهة البوليساريو وفي كل مساعيكم؟ سأرد على ضيوفك الكرام، لكن سأجيب في البداية عن سؤالك. تفضل. لا أعرف لماذا هذا التمسك من طرفكم على أنها الجزائر ترفض. يا أخي الجزائر مو رافضة أي مفاوضات. الجزائر استقبلت الأمم المتحدة، والجزائر تدعم الشعب الصحراوي، تدعم الشعب الفلسطيني، تدعم القضايا العادلة. شو دخل الجزائر؟ الأمم المتحدة تستدعي جبهة البوليساريو وتستدعي المغرب كطرفي النزاع للجلوس في مفاوضات، ومن أعلن عن رفضه لاستقبال دي مستورة في أكثر من مرة في الرباط كان المغرب، ومن أعلن عن رفضه للجلوس في المفاوضات كانت المغرب. فالطرف الذي يرفض المفاوضات هو الطرف المغربي، والجزائر لا دخل لها سوى أنها تدعم قضية الشعب الصحراوي. فيما يتعلق بالدكتور المصري اللي ما شاء الله يبدو أكثر مغربي من المغاربة أنفسهم ويتحدث عن جبهة البوليساريو، لا إنه عربي قومي عربي. طيب لو سمحتم بدون مقاطعة. لا يمكن أن أفهم مرتزق، لا يمكن أن أفهم. لا لو سمحت دكتور رشيد، لا يمكن أن أفهمها. لا لو سمحت. يمكن أفهمها. تفضل. لأنه يمكن أن يتحدث بسبيانية. لو سمحت دكتور رشيد، لا أسمع بهذا ليكمل الطالب تصريحاته. تفضل طالب أكمل. أتجاوز كل هذا، يعني من يتحدث بهذا الأسلوب أتجاوز كل هذا يعني لكي لا أنزل إلى مستواه، لأنه مستوى منحط تماما. لو سمحتم لنعود إلى نقطة. نعم تفضل. الأستاذ من واشنطن أقول له نعم دكتور رشيد لو سمحت. لا يمكن لا هو لم يقاطعك. لو سمحت على بعض العبارات. طيب لنحترم بعضنا البعض ونعود إلى النقطة. نعم لنحترم بعضنا البعض. دكتور رشيد لو سمحت سترد بدورك. المكان الذي قريب من المكان الذي يتواجد فيه السيد الآن من واشنطن يوجد مكتب جبهة البوليساريو والمعتمد والمعترف به من طرف الخارجية الأمريكية كتمثيلية رسمية للشعب الصحراوي، بعيد كل البعد عن ما يسميه بالانفصاليين وإرهابيين إلى آخره. وهذا ما أقرت به الخارجية الأمريكية منذ أيام في تقريرها، حيث أصافت جبهة البوليساريو كممثل الشرعي للشعب الصحراوي وحركة تحرير، وهي يعني مكتب جبهة البوليساريو في واشنطن موجود في بضعة مترات فقط منك. فيما يتعلق يعني المحاولة يعني تعليمنا في التاريخ، نحن يعني
نعاني من هذا المشكل ويمكننا إعطائك بعض المعلومات والتصحيح لك بعض المعلومات. تحدث على أنه تسليم إسبانيا للصحراء الغربية للمغرب كان في 72. لقد تم توقيع اتفاقية مدريد في 14 نوفمبر 1975 حيث سلم الاستعمار الإسباني بطريقة غير شرعية وغير معترف بها أمميا، سلم الصحراء الغربية إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية كما أقول. تحدثت على أنه محكمة لاهاي تحدثت في موضوع الصحراء الغربية وأغرت بقرارها في سنة 1974. أريد أن أصحح لك وأقول لك له أنه القرار صدر يوم 16 أكتوبر سنة 1975 حيث أقرت المحكمة الدولية للاهاي، وأقرأ لك وهذا موجود أنه لا توجد أي صلة سيادة ما بين المملكة المغربية والصحراء الغربية من جهة أو بين موريتانيا والصحراء الغربية من جهة. وتقول في الصفحة 44 من هذا القرار تقول أنها تطلب من الأمم المتحدة إجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراء الغربية. هذا ما تقوله محكمة لاهاي. فأرجو منك يعني أفهم أنك تريد التقرب من المغرب، لأنه المغرب معروف أنه يدفع جيدا لكل أبواق الذين يدافعون. لا كده هدي لك بالجزمة، كده هدي لك بالجزمة. لا لو سمحتم، لا لو سمحتم لا يمكن بهذه الطريقة. لا أستاذ ماك لو سمحت نقبل بهذا. لا أنا ما أقصدلوش أستاذ ماك لا يمكن بهذا. لا أستاذ ماك لو سمحت لا يمكن. لا أستاذ ماك لا لو سمحت أستاذ ماك لا نقبل بهذه التصريحات على شاشة i24 نيوز. لا نقبل بهذا. لنعود إلى النقاش. أستاذ الطالب سأعطيك أستاذ ماك أن تعقب. أستاذ ماك ستعقب في دقيقة بجملة. لا لو سمحتم هذه وجهة نظر للطالب لنحترم بعضنا البعض. أستاذ ماك ستعقب بعد قليل. نعم الطالب بجملة لو سمحت. في جملة الحديث بجملة عن لو سمحت. الخنازير وعن الكلاب، الحديث عن الخنازير وعن الكلاب، ولكن لو سمحتم يعني هو دليل على مستوى ضيفكم ولا طيب. ننزل إلى هذا لا يمكن أن ننزل لهذا المستوى في هذا البرنامج لو سمحتم. الطالب كل إناء بما فيه، يعني هذا دليل على المستوى الذي لا أريد أن أنزل إليه. يتحدث عن الخنازير وعن الكلاب. طيب. فأترك له هذه العبارات يضمها لنفسه. وصلت الفكرة الطالب لو سمحت، وصلت الفكرة. أستاذ ماك تفضل تريد التعقيب لنحترم بعضنا البعض إن سمحتم. تفضل. طالب انت قاعد في اسبانيا ليه؟ عشان ابوك قبل سنه 74 كان من اهل الصحراء المغربيه، واسبانيا ادت لابوك الجنسيه عشان انت كده موجود في اسبانيا. 1 2 انت ليه مش موجود في معسكرات تندوف عشان تقاوم مع الجبهه البولاريساريه؟ لماذا انت تجلس وتنعم في خيرات اوروبا وفي خيرات اسبانيا التي تتحدث عنها بهذا الشكل؟ 1 نمرة 3